بعد فوز الجزائر 2-1 على الأردن في قمة مونديالية عربية في دور المجموعات، راح اختار مين كان أفضل 3 لاعبين وأسوأ 3 لاعبين بالمباراة. أعطوني مساحتي وتابعني. نبدأ بالأسوأ. وبالمركز الثالث راح اختار زروقي اللي أصلا كان سبب بهدف الأردن الوحيد، وأيضا بخروجه خط وسط الجزائر تحسن. وبالمركز الثاني راح اختار موسى التعمري. متفهم كمية الانتقادات اللي عم تتوجه عليه، خاصة إنه هو محترف في فرنسا وتوقعني يشيل المنتخب، ولكن بصراحة التعمري يفتقد ليزن العيمات، كانوا يكملوا بعضهم البعض. فعلا خسر معظم الصراعات، خسر كثير كرات، قرارات سيئة في الجملة بالهجوم. والأسوأ في المباراة هو بالمركز الأول رفيق بالغالي من الجزائر، وأيضا إحسان حداد من الأردن. اثنينهم بيشتركوا بنفس الأخطاء، سيئين في الثنائيات، سيئين دفاعيا، سيئين هجوميا ومن دون حلول، سيئين جدا في عملية البناء. أما بالنسبة للأفضل بالمركز الثالث رح أختار نزار الرجدان، لاعب وسط حقيقي، بعملية البناء ممتاز، بالخروج من الضغط ممتاز، أي هجمة خطيرة للمنتخب الأردني مصدرها الأول دائما بيكون هذا اللاعب، وبالأخير سجل هدف. وبالمركز الثاني رح أختار رامي بن سبعيني، كانت عليه بعض العلامات الاستفهام بالشوط الأول، ولكن قدم شوط ثاني أسطوري. بكل مرة كان المنتخب الجزائري يفقد شوي توازنه الدفاعي، يجي بن سبعيني وينقذهم بتدخلات رائعة، شال فرص خطيرة، وهو أكثر لاعب فاز بالصراعات بالمباراة كاملة. والأفضل في المباراة وبالمركز الأول، أولا بسم الله بسم الله بسم الله، طبعا لانه الجزائريين بيخافوا من العين. ثانيا لانه ابراهيم مازا موهبتي، ولدي صغير ما شاء الله، والله يحفظه للجزائر، فعلا موهبه اسطوريه. ابراهيم مازا كان بكل مكان عم ينثر سحره فعليا، كان محرك الفريق كامل فعليا، يوزع كرات، يصنع فرص، يشكل خطوره، يسدد، يراوغ.